لقد ارتدت جامعة كارديف، ولكن سرعان ما تشتت ذهني بسبب المشاركة بحفلات تناول الممنوعات وموسيقى أسيد هاوس الصاخبة. كنت أبلغ 24 وحكم علي بالسجن ل5 أعوام. كان ذلك مدمرا، لكن السجن هو بمثابة الدراسات العليا للمجرمين. أقول دائما إن بيع الممنوعات يسبب الإدمان أكثر من تعاطيها. كان قد تم تزويدي في السجن باسم رجل كان كولومبي الجنسية، يعرف كيفية تشبيع الممنوعات في المطاط. بعد يومين تلقيت اتصالا هاتفيا من الرجل الكولومبي، وأخبرني بأن سيارة أجرة ستقلني من فندقي. كان الظلام قد حل، ومع تزايد التوتر بدأت أشعر بالخوف وأتساءل عن وجهتي. أنزلوني أمام منزل. لقد كنت متوترا للغاية في تلك اللحظة. بيتر، مرحبا، كيف حالك؟ أنا بخير، وأنت؟ إن الرجل الكولومبي الذي تواصلت معه كان يلقب بالقائد. حسنا، المطاط في المطاط. مطاط الأرضية؟ أجل، الممنوعات والمطاط ممتزجان. وشرح لي أنه يحول الممنوعات إلى مطاط يستطيع وضعه في أرضية الخيمة بين طبقاتها. 5 كيلوغرامات. وكان هذا عملا مبتكرا. بدت فكرة جيدة. شعر الجميع بالارتياح، وأدركنا أننا نستطيع فعل هذا بنجاح. وعند تلك اللحظة كان الأدرينالين بأعلى مستواه. كان الأمر حماسيا. انطلاقا من تلك اللحظة لا مجال للتراجع. وبعد المرة الأولى وظفت مهربين ليحملوا الخيم من الإكوادور، وكنت شديد الإصرار على أن لا يكون لديهم سجل جنائي متعلق بالممنوعات. كنت آتي بخيمة تحوي على 3 إلى 5 كيلوغرامات كل شهرين تقريبا. استأجرت شقة في أدنبرا، وجهزت مخبرا لتصنيع الممنوعات. مع حلول ربيع عام 2005 كان قد مضى على عملي بالإتجار بالممنوعات 2 تقريبا بلا مشاكل. أجل لم أخبر صديقتي نيكي عن أعمالي، وهذا صعب. شككت في أنني قد أكون تحت المراقبة، خاصة بسبب خلفيتي وماضي، لكنك تغض الطرف وتحاول تجاهل المخاطر. بعد عدة أسابيع تلقيت اتصالا من القائد في الإكوادور. كانت لديه خيمة جاهزة هناك تحتوي 2 كيلوغرامين فقط. في ذلك الحين ربما كان يجب علي الإقلاع عن العمل والقول إن ما فعلته كان كافيا، لكنني لم أفعل ذلك. كنت أعلم أنه خطير، لكنني قلت إنها المرة الأخيرة. في اليوم التالي استلمت الخيمة من القائد، وعندما عدت إلى غرفتي لمحت شيئا في مجال رؤيتي. كانت هناك حركة، ثم اندفع كل أولئك الرجال نحونا عبر الممر. خلال ثوان ألقوا القبض علينا.